السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاعنا النهاردة لذيذ جدا وخفيف على القلب. هنعمل فيه صدور الدجاج بطريقة مختلفة عن البانيه أو الشاورما. هنعمله بطريقة لذيذة، مكونات بسيطة جدا، والطعم في النهاية بيبقى ولا ألذ وأروع من كده. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو، لأول مرة تمر على قناتي، أنا اسمي رشا ودي قناتي. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة ولايك وشير ونفعل الجرس على الكل. هنبدأ مع بعض بسم الله. انا هنا معايا 2 صدور دجاج. انا مقسمه كل صدر لجزئين، وكل جزء زي ما انتم شايفين بقسمه زي مكعبات كده صغيره بالطول وبالعرض، بس ما توصليش بالسكينه لاخر الصدر من تحت. انا هنا هجرب لكم قطعه لو نزلت بالسكينه لاخر الصدر من تحت بيبقى شكلها ايه، والقطعه التانية هعملها لكم بالطريقه المظبوطه. دي اتعملت بالطريقه المظبوطه، في واحده تانية هوريها لكم لو وصلت لاخر الصدر من تحت بتبقى مفرغه معايا ومش مظبوطه، بس هتنفع برضو معانا. ادي القطعة دي السليمة، شايفين دي يعني قطعتها بالسكينة زيادة شوية، بتقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه دي، بتبقى شبه تقريبا مكعبات المانجا. تمام كده. بعد ما قطعناها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، هنتبلها بقى. بنرش شوية فلفل اسود على شوية ملح ابيض، وندعكها بايدينا كويس قوي بحيث نغلفها من كل الاتجاهات بالفلفل الاسود والملح. ادي رشة فلفل اسود الاول، بنحط في الفراغات كويس قوي. انا بحاول بقدر الامكان اقصر الفيديو ما يبقاش طويل علينا. وبعدين هننزل برشة الملح وندعكهم كويس جدا بايدينا عشان نغلفها من كل اتجاه، من بره ومن جوه، من جوه الفتحات ومن الوش والظهر. تمام كده. هندعكها كويس، وبعد ما نغلفها كويس بالفلفل الاسود والملح هكون مجهزة بولة او طبق فيه دقيق، وهنغلف كل قطعة من دول بدي من كل اتجاه. شايفين القطعة لما بنقطعها جامد بنوصل بالسكينة لتحت بتبقى مش مظبوطة في ايدينا ازاي، بس هتنفع برضو في الوصفة اللي معانا النهاردة. ادي كده معانا دقيق، وهنزل بكل قطعة هغلفها من كل اتجاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل سنة وكل حبايبي بخير وسلام، وعيد سعيد على أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين بعد ما غلفتها بالدقيق، هنا انا مجهزة طاسة وفيها معلقتين زي زبدة او سمنة او اي مادة دهنية عندك، وهننزل بيها نشوحها من الناحيتين. ولما وصلت للون ده مع التقليب هنزل بمعلقة توم مفروم زي ما انتم شايفين كده. اول ما تبتدي ريحة التوم تطلع بكون مجهزة معلقتين كبار من صويا صوص على معلقة خل مخلطاهم ببعض، وهنزل بيهم على التوم. وبعدين هنزل بأربع معالق عسل نحل. ما تستغربوش، العسل ده بيدي بيودي الطعم في حتة تانية خالص. الصوص بتاع البانيه صدور الدجاج طعمها بيروح في حتة تانية خالص اول ما بنعمل الصوص ده مع بعض. ادي هنا معلقتين صويا صوص على معلقة الخل، بقلبهم مع الثوم، وبعدين بنزل بحوالي 4 أو 5 معالق عسل. اول ما الصوص بيتقل معايا بتني اخد منه واشرب قطع البانيه زي ما انتم شايفين. ولو حسيتي ان الصدور لسه ما استوتش معاكي تقدري تزوديها حبه ميه لحد ما تستوي. هنا بعد ما استوت معايا تتركه اخيره، كان عندي بصل اخضر، خدت العروق الخضراء الجميله بتاعته دي وخرطتها ورشيتها من على الوش، وادي النتيجه النهائيه. بسم الله ما شاء الله، الصدور طالعه جوسي وتحفه وطعمها ولا اروع، ومستويه من جوه ومتشربه من الصوص من كل اتجاه. انا هنا عملت جنبها شويه رز بالشعريه وشوية سلطة خضراء، وبألف هنا على قلبكم. يا ريت الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم،
ويا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة ولايك وشير ونفعل الجرس على الكل. اتمنى ما تنسوش تدعموني بدعوة حلوة من القلب، والسلام عليكم ورحمة الله.